بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد على الجميع. ربنا يا رب يكتب لنا الخير في العام الجديد. واتمنى طبعا انا ما بحطش فيديوهات كتير لان القناة عندي واقعة، وبعدين المشاهدات عندي قليلة جدا، فاتمنى ان انتوا تشاهدولي وتدوني لايك. وطبعا ما تنسوش الكلمة الحلوة اللي بتمناها منكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. وربنا يدي اللي يتمنى لي خير يديله خيره بزيادة، واللي يتمنى لي شر ربنا يكفينا شره ويديله برضو اللي هو يتمنى ليا. ربنا يعزكم جميعا. النهاردة هنعمل مشروب صحي جدا وبيقوي الخلايا الجذعية للإنسان. طبعا أنا سمعتها من دكتور، أنا مش دكتورة طبعا. يعني إيه الخلايا الجذعية؟ يعني مثلا بيقوي الشعر، بيقوي الضوافر، بيقوي النظر، بيقوي أي حاجة من الجسم. تمام كده. وبعدين هو مشروب شتوي، طبعا بيدفي، واحنا طبعا في الشتاء، وطبعا الشتاء بيحب الشرب الحاجات الدافية كتير وطبعا الأكل. فاحنا هنعمل مشروب مع بعض وبعد كده نعمل الأكل. يلا نبدأ بالمكونات بتاعتنا. أنا هنعمل النهاردة مشروب هوت شوكليت. تمام كده يا حبايبي. أنا عندي تكات وحركات فيه مختلفة تماما عن أي طريقة تانية. نبدأ ونقول احنا دلوقتي بسم الله. عندي شوكولاتة مبشورة، أو لو عندك شوكولات شيبسي مفيش مشكلة. عندي ربع كيلو. أنا بكتر الشوكولاتة شوية مع الكاكاو عشان بصوا بيعزز الطعم مع الكاكاو، بيدي طعم حلو جدا. فعندي ربع شوكولاتة او تمن شوكولاتة حسب ما انت بتحبي. وعندي 3 معالق نشا، وعندي 3 معالق كريم شانتيه خام. تمام كده. وعندي كوباية كاكاو خام اسباني. طبعا الكاكاو ده طعمه بيختلف من عطار لعطار، فطبعا النوع كويس بيدي طعم كويس جدا. في انواع تانية كده بتبقى يعني تحس انها خشنة كده وبتدي في الشرب بتبقى مش كويسة. فاحنا ندور على الخامة كويسة عشان تطلع النتيجة احسن. وعندي كوباية لبن بودر، وعندي كوباية الا ربع سكر بودر، وعندي 3 معالق. احنا بنجيب بواكي كريم كراميل، بناخد البودر بتاعه. 3 معالق بودر كريم كراميل اللي هو وعندي انا في ناس بتحط قهوة سريعة الذوبان، او بتحط كابتشينو. انا بحط 2 باكو نسكافيه بالبندق، بيعزز الطعم جدا مع الكاكاو مع الشوكولاتة. وعندي رشة ملح خفيفة جدا. يلا بقى نروح نشوف احنا هنعمل الطريقة ازاي، ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط دلوقتي كاكاو الخام اسباني. تمام كده كده. وهحط السكر البودر كوباية الا ربع. تمام كده. وهحط اللبن البودر طبعا كامل الدسم. وعندي 3 معالق كريم شانتيه خام. تمام كده حبايبي. وعندي 3 معالق نشا، يكون النشا معمولة كويس. تمام كده. وهحط طبعا الشوكولاته بتاعتي. طبعا الشوكولاته دي انا بسيبها للاخر. في تكه بقى بنعملها مع بعض حلوه جدا. هحط النسكافيه بالبندق. تمام كده. احط 2 باكو لان انا عامله مقدار كبير. تمام كده. 2 باكو نسكافيه اهو كده. ايه بقى هي التكه او الحركه اللي احنا بنعملها في الهوت شوكليت عشان يبقى كويس معانا وطعمه حلو؟ طبعا هحط رشه ملح. تمام كده، رشه بسيطه. وعندي 3 معالق بودر الكريم كراميل. تمام كده اهو. ادي 1 2. طبعا حطينا ال3 معالق من البودر الكريم كراميل وهنقلب كويس. ايه بقى هي التكه اللي بتخلي الهوت شوكليت طعمه مختلف؟ ان انا بمسكه اضربه في الكبه تاني او في الخلاط بتاعي، في المفرمه بتاعه الخلاط. تمام كده عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها وتدي نتيجه هايله. في المطحنه بتاعه الخلاط وارجع لكم تاني. تمام كده. بصوا يا حبايبي لون الهوت شوكليت بقى ازاي مطحن. طبعا طحنته في المفرمه بتاعه الخلاط او الكبه. بصوا اللي مطحنش لونه ايه،
لونه فاتح ازاي، وطبعا كل حاجة لوحدها، يعني السكر باين، بودرة اللي هو بودرة الكريم شانتيه باينة. طبعا انا دلوقتي بعد ما طحنته كده بروح حاطة الشوكولاتة بقى. تمام كده، احط الشوكولاتة بتاعتي واقلب كويس. بصوا، عشان الشوكولاتة تندمج مع البودرة بتاعتنا. بودرة هوت شوكليت، احلى بودرة هوت شوكليت. طبعا التكلفة بتاعتها مش غالية. بصوا، كمية طبعا تكفيكي الشتا كله. تمام. يبقى التكة بتاعتنا او الحركة بتاعتنا اللي هي هنعملها ان احنا نضربه في مفرمة الخلاط او مفرمة الكبة. هنعبيه في البرطمان بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. تمام كده، هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، طبعا احنا لما نيجي نعمل الهوت شوكليت، طبعا احنا كده عملنا البودرة. انا كل مج بحط له معلقة هرمية كده من معلقة الطعام. تمام كده، وبقلبها كده. تمام كده، بقلبها على البارد في كوباية لبن. مج اللبن عليه كوباية عليه معلقة طعام كبيرة هرمية. تمام كده. طبعا وانا بحطها على البوتاجاز بدني اقلب كده علشان خاطر ما يكلكعش مني، ويفضل بقى قوامه ويبقى القوام بتاعه ناعم كده ويبقى كويس. هروح اسويه على البوتاجاز بقى وارجع لكم اوريكم كوبايه الهوت شوكليت، احلى واغنى كوبايه هوت شوكليت. مش غنيه في السعر بس غنيه في الطعم وفي المكونات بتاعتها. تمام كده، يلا بره على البوتاجاز نسويها. بصوا يا حبايبي، احنا دلوقتي عملنا الهوت شوكليت. بصوا بصوا الجمال، بصوا الانسيابيه. طبعا الطعم حكايه. طبعا انت بتحليه زي ما انت حابه، بتحطي معلقه سكر، معلقتين سكر. طبعا نسيت اقول لكم التفاصيل دي. طبعا حسب التحليه دي، حسب كل واحد ما بيحب يعني. وطبعا احلى هوت شوكليت وطعمه جميل جدا، واتمنى ان هو يعجبكم وجربوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والدعم الحلو منكم بالكلمه الحلوه ان شاء الله واللايك. واتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش تجربوه برضو، بقول لكم تاني، لان هو بيدفي ومفيد جدا جدا. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.